جديدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. أفاد الملك محمد السادس خلال خطاب افتتاح البرلمان اليوم الجمعة خلال تطرقه لورش الحماية الاجتماعية بأن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سينطلق مع نهاية هذه السنة، تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة لدى المغاربة، وسيشمل فئات جديدة. وأضاف الملك: قررنا أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة. ولفت العاهل المغربي إلى أن هذا الدعم يهم الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديث الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة التي تعيل أفرادا مسنين. وأورد: وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية. وأكد العاهل المغربي أنه: وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون، الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، مشددا على أنه يجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفية تدبيرها. وشدد الملك على أنه ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة. وأكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، داعيا الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل. وطالب الملك ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر، مشددا على دور البرلمان في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.